اهلا وسهلا بيكم انت هو في فيديو جديد. جاي اكلمك النهارده عن حاجه غريبه تكاد ان هي تكون مش في الحسبان بس في الدولار، كلمه بنسمعها في حياتنا كتير وكل يوم هتسمعها. انا جاي اكلمك عن الدولار بدا منين وازاي امريكا عملته وخلته يوصل للمرحله اللي هو فيها دي، وليه بقت العمله اللي العالم كله بيستخدمها. وهقول لك على شويه اسرار تكاد انك تكون ما تعرفهاش اصلا، صدقني انت ما تعرفهاش لان انا استغربت وانا بكتب الفيديو دوت. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. الدولار مش مجرد ورقه عليها راجل امريكاني، ده عامل زي الرئيس اللي بيقف قدام العالم كله وبيضربوا له تعظيم سلام. القصه مش بدات في امريكا بس، اسم الدولار جاي من التالر والعمله دي قديمه جدا، والعمله دي بقى يا سيدي كانت مشهوره في اوروبا في القرن ال16، فمن هنا جت فكره الدولار وسموه الدولار. يعني شفت هم عايزين يبينوا لك ان هم مش واخدينهم بس باينه. يعني اول مره الدولار تم انتاجه واول دولار تم طباعته سنه 1792، وفي الاول كان مربوط بالذهب والفضه، يعني كل ورقه دولار لها رصيد حقيقي في البنك. وامريكا كانت ساعتها دوله صغيره محدش كان واخد باله منها، وما كانش حد متخيل في يوم من الايام ان الدولار هيبقى العمله الرسميه، او مش هنقول العمله الرسميه، هنقول العمله اللي العالم كله بيستخدمها. في الحرب العالميه الاولى الدنيا ولعت في العالم كله، معظم اوروبا اتبهدلت، اقتصادها وقع، مصانعها اتمسحت بالقنابل. مين اللي كان واقف بعيد بقى بيسمع من بعيد وبيتفرج من بعيد؟ وهي ماما امريكا، اللي كانت عباره عن واحد قاعد في ركن ملوش دعوه بالدنيا، بس عمل حاجه خلت الدولار يوصل للمرحله اللي هو فيها دلوقتي، وهي ان امريكا كانت بتبيع للدول دي الاسلحه بالدولار. وحط 500 خط تحت كلمه الدولار دي، اسلحه بقى، قنابل، بتسلف فلوس، كل ده. وبعد الحرب العالميه الثانيه سنه 1945 امريكا خرجت اقوى اقتصاد في العالم، عندها مصانع شغاله وذهب واسلحه كتير، والاهم من ده كله ان عندهم الثقه. اسم امريكا اترفع من اللحظه دي، ومن ساعتها بقى اتعملت حاجه وهي اتفاقيه بريتون وود، والاتفاقيه دي بتقول ان كل عملات العالم هتتربط بالدولار. مقابل كده الدولار نفسه بقى مربوط بالذهب، بمعنى ان 35 دولار بتساوي أونصة الذهب. باختصار ان الدولار بقى المتر اللي العالم كله بيقيس بيه. لما الدولار اتك من الذهب سنة 1971 الرئيس الامريكي نيكسون قرر وصرح وقال ان احنا هنفك الدولار عن الذهب ده خالص. فك بقى الكلام ده كله خالص. العالم اتصدم، كان في حركة او لعبة ورا الكلام ده كله، وان ده فعلا في صالح الولايات المتحده الامريكيه، وان انت بدل ما تجيب ذهب وتركنه في الخزنه على اساس ان هو هيبقى دولار في المستقبل او ستيل هو دولار، لا يا باشا، انت تجيب دولار تخزنه عندك بدل الذهب، وده في مصلحه امريكا جدا. ولما العالم اتصدم صدمه كبيره، لان الدولار ما كانش ليه بديل في العالم. بعدها بسنين امريكا عملت صفقه مع السعوديه. الاتفاق دي بتقول بقى يا صاحبي ان البترول في السعوديه هيتباع بالدولار، مش هيتباع في السعوديه بالدولار، لا هو هيتصدر للعالم بالدولار. ومن هنا اتولد مفهوم البترودولار، وده مصلحه امريكا قبل السعوديه. هما الاثنين هيستفادوا، بس امريكا هتستفاد اكتر. وعشان اعرفك ان ازاي الموضوع كبير جدا، فالسعوديه بات في 2022 باكتر من 280 مليار دولار، وفي 2024 بعت ب 450 مليار دولار، فالارقام دي كبيره جدا. امريكا مش بتستخدم الدولار كعمله، بل بتستخدمها كسلاح، بمعنى ان لو في دوله اتخانقت مع امريكا زعلت منها كلام من دون، امريكا بتعاقبها عقوبات زي ان هي بتمنعها من استخدام الدولار او بتمنعها من سويفت، وده اللي بينقل الفلوس للبنوك. يعني الدولار بقى اداه سياسيه. الفصل السادس، الدولار في حياتنا. 80% من التجاره العالميه كلها بالدولار، واكثر من 60% من احتياط البنوك كله بالدولار. حتى اللي بيقول لك انا ضد امريكا هتلاقيه حاطط فلوس بالبنك وكلها بالدولار، لان الدولار هو حافظ مكانته. وفي معلومات غريبه هقول لك عليها، ورقه الدولار الواحده بتعيش اكتر من 22 شهر، وفي الاخر بعد ال 22 شهر بيروحوا قاطعينها وطابعين مكانها ورقه جديده. وفي مصادر بتقول ان الدولار معمول بالكوكايين او في اثار الكوكايين، بس انا بصراحه ما اعرفش الحوار ده. اليورو بيحاول ينافس، واليوان الصيني حاول ينافس ولسه بينافس. عملات رقميه زي البيتكوين اللي طلعت وقالت احنا خلاص هنغطي بقى على الدولار ولينا مستقبل والكلام ده، للاسف ماتت برضه، او مش ماتت بس لسه الدولار متفوق عنها. ليه بقى يا صاحبي؟ وده بسبب قوه الجيش الامريكي وقوه اقتصاد امريكا. امريكا من اقوى اقتصاد في العالم، والثقه وشبكه البنوك. الفصل الاخير، هل الدولار هيقع؟ في توقعات بتقول ان الدولار هيضعف بس مش هيسقط، واللي بيقول بقى ان الدولار ممكن يضعف ده لان ديون امريكا كتير جدا، وده اللي ممكن ياثر على الدولار. بس الحقيقه ان مفيش عمله ثانيه قادره ان هي تسد مكان الدولار. في الاخر الدولار مش صغير، لكنه بدا صغير، وامريكا لعبتها صح في وسط الحروب والهيصه، وده اللي خلى الدولار اقوى عمله في العالم. وسواء الكلام عاجبك او مش عاجبك، فالدولار طول ما هو موجود في الدنيا احنا عندنا ماشيين على هيصه. ودي نهايه الفيديو بتاعنا الجميل. اتمنى الفيديو يكون عاجبك. احب اقول لك ان احنا عملنا فيديوهات قبل كده كتير، والفيديوهات كلها هتعجبك، واتمنى
تسمع الفيديوهات اللي قبل كده، وصدقني هتستفاد منها في معلومات قيمه جدا وكلها جايه من مصادر موثوقه جدا. وفي نهايه الفيديو اتمنى الفيديو عجبك، مش تعمل لايك، لو انت مش تعمل لايك طبعا، لو انت مش مشترك تشترك، اشترك ببلاش، وشيرك هجيب غيرك. وبس كده، اشوفك الفيديو جاي، سلام.